عمرك وقفت ركزت في عربية ماشية على الطريق، عربية همر أو عربية جيب، وقلت لي العربية دي ماشية على سرعة 120 متر كل ثانية؟ طب عرفت منين السرعة؟ هنعرفها في درس النهاردة، وهو الدرس الأول في مرحلة تالتة إعدادي، وهو بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن الحركة. طيب تعالى مع بعض نعرف إيه هي مفهوم الحركة معايا. طيب الحركة، إيه هي الحركة؟ قال لي الحركة ان انا مثلا لو انا واقفة براقب جسم، انا هو اسمي جسم، انا اسمي في الفيزياء دايما انا اسمي جسم. طب الجسم هيراقب عربية، يبقى العربية بالنسبة لي اسمها ايه؟ اسمها برضو جسم. طيب انا جيت من اهو، مشيت من هنا اهو للناحية التانية مثلا، يبقى انا جسم، بس انا غيرت موضعي من هنا للنقطة دي. يبقى ايه كلمة الحركة معايا؟ هي تغيير موضع الجسم. يبقى يعني كلمة حركة؟ أول سؤال في الامتحان عندي اكتب المصطلح العلمي. يبقى أول سؤال معايا هو اكتب المصطلح العلمي. طيب أول سؤال هيقول لي إيه؟ يعني إيه كلمة الحركة؟ أنا قلت لك أنا اسمي في الفيزياء جسم. طب أنا هغير موضعي، يعني من النقطة دي للنقطة اللي هناك معايا، يبقى تغيير موضع جسم بالنسبة لموضع جسم آخر بمرور الزمن. أنا كل يوم واقفة مستنية الباص بتاعي علشان أروح الشغل بتاعي كل يوم. طيب يبقى أنا كده أهو أنا اسمي جسم. طب كنت مستنية على الموقف. طب الباص جه الساعة كام؟ الباص جه الساعة 7:10. يبقى أنا هغير النقطة بتاعتي من النقطة دي للنقطة دي، يبقى تغيير موضع جسم بالنسبة لموضع جسم آخر. ما أنا كنت بقارن نفسي جنب عربية ثابتة أو جنب إشارة مرور واقفة جنبي، يبقى بالنسبة لجسم آخر. يبقى يعني كلمة الحركة هي تغيير موضع الجسم بالنسبة لجسم آخر بمرور الزمن. طيب قلت لي ده انا بقدر سرعه العربيات وبقدر اعدي الطريق لوحدي يا مس نورهان. طب هو انا ازاي عرفت ان سرعه العربيه اللي ماشيه قدامي 120 متر لكل ثانيه؟ قال لي والله خدي بالك ان انا عندي مصطلح مهم جدا وهو اسمه مصطلح السرعه. يبقى انا كده عندي ايه؟ عندي مصطلح اسمه مصطلح السرعه. طب يعني ايه كلمه السرعه؟ قال لي والله السرعه دي هي عباره عن ان انا قدرت اقدر سرعة العربية بتاعتي، يعني حسبت لها مسافة على زمن. يبقى السرعة دي هقول لها التعريف ازاي؟ قال لي هجيب اللي هجيبها من القانون. طب القانون بيقول لي ايه؟ قال لي عشان اجيب تعريف السرعة هي مسافة على الزمن. طيب يبقى ايه تعريف السرعة معايا؟ قال لي والله خدي بالك انت قسمتي مسافة على زمن، يبقى المسافة اللي مين قطعها معايا؟ قلت لك انا اي حاجة في الفيزياء طول ما انا ماشية في الفيزياء انا اسمي جسم، يا المسافة اللي مين مشيها؟ اللي مشيها الجسم. طيب بس خد مني مثلا 10 دقايق، لا ده خد مني ساعة، لا ده خد مني ربع ساعة. يبقى المسافة التي يقطعها الجسم خلال وحدة الزمن. يبقى اي تعريف في الفيزياء نتفق اتفاق ونمشي عليه. اي تعريف في الفيزياء بعرف البسط لو المقام هيساوي 1 عندي. طب تيجي نعرف مع بعض يعني كلمة السرعة. يبقى هي مسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن. طيب يا ترى هل السرعة دي معايا ليها انواع؟ هقول لك طبعا السرعة ليها انواع. يا اما انا عندي السرعة بتاعتي انواع السرعة، يا اما السرعة بتاعتي قسمتها لحاجتين اتنين، يا سرعة منتظمة يا سرعة غير منتظمة. طب هو ايه الفرق بين الحاجتين؟ قلت لك والله ده انا ماشية في الطريق بتاعي وراقبت عربيتين معايا على الخريط.
لقيت ان عربيه معايا ماشيه بالمنظر ده اهو، قال لي العربيه قطعت معايا مسافه، نتخيل مع بعض ان دي عربيه، ان العربيه الاولى قطعت مسافه 100 متر. طيب في وقت قد ايه معايا؟ قال لي والله خدي بالك ده الزمن قدره مثلا 1 ثانيه. طيب والعربيه التانيه اللي معاكي، قلت له ولنفترض ان انا عندي عربيه تانيه غير العربيه الاولى، وهي بالنسبه لي قطعت مسافه برضو 100 متر، برضو مسافه 100 متر، بس في زمن قدره ايه معايا؟ قال لي خدي بالك ده الزمن بتاعك قدره بالنسبه لي 2 ثانيه. طيب او نفترض مثلا الزمن مثلا قدره 5 ثانيه. طيب بناء على كده هو ان انا عندي تعريف لحاجه اسمها السرعه المنتظمه، دي حاجه عندي اسمها السرعه المنتظمه، وعندي حاجه عندي اسمها السرعه الغير منتظمه. طيب تعالوا نشوف التعريف مع بعض. زي ما اتفقنا ان انا عندي اي تعريف ان انا بجيبه من القانون بتاعي. طب ايه القانون بتاعي؟ القانون بتاعي عباره عن مسافه على زمن، المسافه اللي قطعها الجسم، اللي انا اسمي جسم، العربيه معايا اسمها جسم، انا اسمي جسم خلال وحده الزمن. يبقى معنى كده اهو عايز اعرف يعني ايه السرعه المنتظمه. يبقى السرعه المنتظمه معايا هي السرعه، طيب اللي مين تحرك بيها؟ قال لي والله خدي بالك السرعه اللي الجسم اتحرك بيها، يبقى السرعه التي يتحرك بها الجسم. طب انت قلتي لي في الحاله الاولى ان انا عندي عربيه بتقطع 100 متر في الثانيه الواحده، طيب ال 100 متر اللي بعديهم قطعتهم برضه في الثانيه الواحده، يبقى انا كده عندي 100 متر في الثانيه الثانيه، برضه في 1 ثانيه، دي قطعت 1 ثانيه معايا ودي قطعت 1 ثانيه معايا. طب ال 100 متر الثانيه اللي بعديهم قطعتهم برضه في 1 ثانيه معايا. طيب بمعنى كده اهو انها بتقطع مسافات متساويه اللي هي بالنسبه لي ال 100 متر. طيب في زمن قد ايه بالنسبه لي؟ قال لي والله كل ما قطعت في كل 100 متر قطع لي 1 ثانيه، هنا 1 ثانيه وهنا 1 ثانيه وهنا بالنسبه لي 1 ثانيه. يبقى معنى كده من كلامك مسافات متساويه في ازمنه متساويه. يبقى السرعه المنتظمه، سمعت حد بيقول لي ان السرعه اللي بيتحرك بيها الجسم عندما يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية. يبقى تاني عايز أعرف يعني كلمة السرعة المنتظمة، السرعة اللي يتحرك بها الجسم عندما يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية. طيب بالنسبة بقى للسرعة الغير منتظمة، ده انت قلتيلي ده انا قطعت في المرة الأولى 100 متر خلال 2 ثانية. طيب والمرة التانية قال لي خدي بالك ده انت قطعت معايا 100 متر في ال5 ثواني، ال 100 متر التانيين. طب ال 100 متر اللي بعد كده قال لي خدي بالك ده انت لما قطعت ال 100 متر رقم 3 قطعتيه مثلا في 3 ثواني. ايه ده؟ يعني معنى كده من كلامك ان انت قطعتي مسافات متساويه بس في ازمنه غير متساويه، او العكس ان انا ممكن اقطع بالنسبه لي مسافات غير متساويه في ازمنه متساويه. طب تيجي نشوف كده. ممكن قطعت مثلا اول مره 100 متر، المره الاولى قطعتها في 1 ثانيه، او انا قطعت 200 متر في 1 ثانيه، او انا قطعت 300 متر في 1 ثانيه. ايه ده؟ يعني معنى كده من كلامك انا عندي حالتين في السرعه الغير منتظمه، يا اما مسافات متساويه في ازمنه غير متساويه، يا اما مسافات غير متساويه في ازمنه متساويه. تاني عشان الحته دي بتلخبط طلاب كتير، كلمتين شبه بعض.
طب انا بتكلم في ايه؟ انا بتكلم في حاجه اسمها سرعه منتظمه. يا اما انا عندي مسافه وزمن، يا اما هثبت المسافه واغير الزمن، او اعكس اغير في الزمن واثبت في المسافه. طيب يبقى هي كده مسافات متساويه في ازمنه غير متساويه، او مسافات متساويه في ازمنه غير متساويه. تمام؟ طيب تيجي نقول مع بعض يعني ايه تعريف السرعه المنتظمه. تعريف السرعه الغير منتظمه. طيب تعريف السرعه الغير منتظمه معايا هو بيقول لي السرعه اللي برضو بيتحرك بيها الجسم، السرعه التي يتحرك بها الجسم عندما يقطع مسافات غير متساويه، في ازمنه متساويه، او العكس، انتوا بتيجي في الحاله الاول مسافات غير متساويه، طب اعكسها لي تبقى مسافات متساويه في ازمنه غير متساويه. وهو ده بكل بساطه تعريف السرعه المنتظمه. يبقى انا خدت ايه معاك دلوقتي؟ خدت تعريف السرعه. طب يعني كلمه سرعه دي، السرعه يعني عباره عن مسافه على زمن، مسافه اللي بيقطعها الجسم خلال وحده الزمن. طب هل السرعه دي انواع معايا؟ هقول لك طبعا ليها انواع معايا، يا اما سرعه منتظمه يا اما سرعه غير منتظمه. طيب السرعه بالنسبه لي المنتظمه، السرعه المنتظمه عباره عن ايه؟ مسافات متساويه في ازمنه متساويه. طب الغير منتظمه قال لا خدي بالك، ده انت عندك مسافات غير متساويه في ازمنه متساويه، او مسافات متساويه، المره دي هي متساويه في ازمنه غير متساويه. طيب هل يا ترى ممكن اقدر احل مسائل على السرعه دي وتجيلي في الامتحان على شكل مسائل؟ هقول لك طبعا. طيب ايه المسائل اللي ممكن تجيلي معايا؟ قال لي ولنفترض مثلا ان انا عندي اهو احسب السرعه اذا علمت ان جسم يقطع مسافة 20 متر، طيب خلال 5 ثواني. طيب هعمل ايه في المسألة دي؟ هو بيقول لي احسب السرعة وجايب لي المسافة وجايب لي الزمن. طيب قبل ما ابدأ اي حاجة او قبل ما افكر في اي حاجة، احنا في فيزياء. يعني ايه فيزياء؟ يعني اي مسألة تشوفها تعمل لي هامش كده اهو وتقول لي فيها المعطيات وتقول لي فيها المجهول. شغل الرياضه هقول لك ما هي الفيزياء شغلها شغل الرياضه عندي. طيب تيجي نقرا مع بعض كل كلمه وازاي اعرف المعطيات وازاي اعرف المجهول. بيقول لي احسب سرعه. طيب هي السرعه دي عندي؟ هقول لك لا ما اعرفهاش. طيب معنى كده اهو طيب السرعه عندي هقول لك لا ما اعرفش. يبقى السرعه كده اهو معنى كده ان هي بالنسبه لي مجهول. طيب إذا علمت أن جسم يقطع مسافة 20 متر، يعني معنى كده إن المسافة معايا قد إيه؟ قال لي خدي بالك ده المسافة معاكي 20 متر. طيب خلال 5 ثواني، إيه 5 ثواني دي؟ أقول لك ال5 ثواني ده هي الزمن اللي بقيسه، معنى كده هو إن الزمن عندي هيساوي 5 ثواني. طيب تيجي نكتب القانون مع بعض. هو القانون بيقول ايه؟ ممكن تشتغل بشغل المثلثات معايا، طبعا معظمكم بيحب المثلثات، او تشتغل بالقانون العادي. طيب انا محتاجه احسب ايه معاك؟ انا محتاجه احسب السرعه، يبقى اكتب هنا كلمه السرعه. طيب السرعه هتساوي ايه؟ قال لي خدي بالك دي هتساوي مسافه على زمن. طيب تيجي نكتب القانون. يبقى السرعه هنا هتساوي ايه؟ قال لي خدي بالك دي هتساوي مسافه على الزمن. طيب عندي المسافة هقول لك بص كده في الهامش ده احنا لسه مطلعين المسافة مع بعض. طب المسافة عاملة كام؟ 20. يعني كده اهو 20 على، يبقى السرعة هتساوي 20 على، طب عندي الزمن هقول لك ده الزمن عامل هنا 5 ثواني، يبقى 20 على ال5 هتساوي ايه؟ قال لي والله خدي بالك عشان احسب السرعة بتاعت العربية اللي انا ماشية بيها دي تطلع 4. طب هقول لك 4 بس؟ اقول لك لا،
اي مساله في الفيزياء بندرسها او اي كميه فيزيائيه بندرسها في الفيزياء عندي بيبقى ليها وحده قياس. طب اجيبها منين؟ هقول لك سهله. احنا اصلا كنا بناخد زمان ان اي مسافه انا بمشيها، مثلا مشيت من هنا لهنا، يبقى اي مسافه تقاس بالمتر. او لو انا ماشيه على سكه سفر، يبقى معنى كده ان المسافه دي تقاس بيه يا اما بالمتر يا اما بالكيلو متر. يبقى انا عندي كده المسافه دي بتقاس بيه يا اما بالمتر يا اما بالكيلو متر. طب الزمن طول عمره يقيسه بالثانيه. يبقى انت كده عندك ممكن اقول لك والله ده انا قدامي مثلا ساعه عقبال ما اوصل. طيب لا، ده انا قدامي دقيقتين عقبال ما اوصل معاك. طب انا ممكن اقيس الزمن بالايدين، ممكن اقيسه بالثانيه. يبقى انت كده عندك ثانيه او minute اللي هي الدقيقه او ساعه. طيب هل اقدر اجيب وحده قياس السرعه؟ اقول لك مش انت لسه قاسم مسافه على زمن؟ يعني انت لسه قاسم وحده قياسيه اسمها المتر على ثانيه اللي هي اسمها الزمن. يبقى وحده قياس السرعه ليه؟ قال لي انت سنتيمتر على الثانيه، يبقى وحده قياس السرعه معايا عباره عن ايه؟ متر لكل ثانيه. طيب اقدر اجيب المسافه او اقدر احسب الزمن؟ هقول لك تقدر تحسب معايا الزمن. طيب تعال نشوف مساله مع بعض نقدر نشوف منها ازاي اقدر احسب الزمن. المساله اقوى ورتم اعلى من مسائل الفيزياء عندنا. طب هو بيقول لي ايه؟ قال لي تحرك طائره من مطار القاهره وقطعت مسافة مقدارها 846 متر. كيلو متر لكل ساعة. لتصل إلى أسبانيا احسب سرعة التي تحركت بها الطائرة. بس قال لي التركة هنا، قال لي مرة احسبيها بالكيلومتر لكل ساعة ومرة احسبها لي بالمتر لكل ثانية. طيب هحسب دي ازاي وهحسب دي ازاي؟ قال لي والله قبل ما اشتغل في اي مسألة زي ما تعودنا مع ميس نورهان اللي احنا هنعمل الهامش اللي بنحط فيه المعطيات وبنحط فيه المجهول بتاعنا. طيب تيجي نعمل هامش مع بعض كده. طيب هعمل الهامش ازاي؟ قال لي والله تحركت طائرة من مطار القاهرة وقطعت مسافة 846. معنى كده ان المسافة معايا هتساوي ايه؟ قال لي خدي بالك ده المسافة هتساوي 846 كيلو متر. يبقى انا كده هكتب معايا ان هي بالكيلو متر لكل 1 ساعة. يعني في الساعة الواحدة بتقطع معايا 846. يعني معنى كده اهو ان الزمن اخدت معاك قد ايه بالظبط؟ اخدت معاك 1 ساعة. يبقى انا كده عندي الزمن هيساوي 1 ساعة. لتصل الى اسبانيا احسب السرعة التي تحركت بها الطائرة. يعني معنى كده السرعة معلومة عندي ولا مجهولة؟ هقول لك لا دي مجهولة لازم احسبها. يبقى السرعة كده اهو انا ما اعرفهاش فبحط علامة استفهام. طيب هحلها ازاي؟ ده قال لي مرة احسبيها بالكيلومتر لكل ساعة وقال لي مرة احسبيها بالمتر لكل ثانية. طب تعالى نحسبها بالاولانية اللي هي بالكيلومتر لكل ساعة. طب خد بالك ده جايب لي المسافة بالكيلومتر وجايب لي الزمن بالساعة. يا اما انا السرعة بتاعتي بقيسها بالكيلومتر لكل ساعة او انا بقيسها معاك بالمتر لكل ثانية. لازم انت توحد الوحدات. يعني انا ما ينفعش اشتغل بالكيلومتر لكل مثلا ثانية او مثلا متر لكل مثلا ساعة. لا توحد لي وحداتك، يا اما كيلومتر لكل ساعة
يا اما متر لكل ثانيه. طيب هعملها ازاي دي؟ هقول لك اكتب المثلث بتاعك بتاع السرعه اللي اقدر احسب من خلاله السرعه، وبعد كده حل زي ما انت عايز. طيب هو قال لي اصلا المثلث بتاعي كان بيقول لي ايه؟ قال لي خدي بالك ده المثلث بتاعك كنت عايز تحسبي معايا السرعه، فبكتب ان هو عايز احسب ايه؟ عايز احسب كلمه السرعه. طب السرعه كانت بتساوي، عشان احسب اي سرعه جسم معايا، سرعه عربيه، سرعه واحد ماشي في الطريق، سرعه اي حاجه، يعني كده لازم يكون عندي مسافته قد ايه، ولازم يكون عندي خد زمن معايا قد ايه. يبقى مسافه على زمن. طيب بالكيلومتر لكل ساعة. طب أول حاجة أكتب القانون، يبقى السرعة هتساوي إيه؟ قال لي خدي بالك إن السرعة هتساوي المسافة على الزمن. حابب تشتغل وتكتب لي القانون بتاعك على طول شغال، حابب تكتب لي المثلث ومن المثلث بتاعك تقدر تكتب القانون برضو شغال. طيب هل المسافة عندي؟ هقول لك ده جايبها لي هناك 846، يعني معنى كده هو المسافة هتساوي قد إيه معايا؟ 846. طب خدت زمن قد ايه مني؟ ده خدت زمن معايا 1 ساعة، يبقى 846 على الواحد هتساوي كام؟ بالرياضة كالكوليشن على الآلة الحاسبة هتساوي 846. طيب الرقم هيتساوي، اقرا كده اقول لك لا طبعا ما ينفعش نسيب الرقم كده لوحده. طيب هقيسها بايه؟ قلت لك السرعة بتتقاس بحاجتين معايا، يا اما اقيسها بالكيلو متر لكل ساعة، يا اما بقيسها بالمتر لكل ثانية. طيب في الحالة اللي انا فيها دي هقيسها بايه؟ لا ده انت قسمتي كيلومتر لكل ساعة اللي هي 846 بالكيلومتر على 1 ساعة، يبقى وحدة القياس تطلع لي بالايه؟ بالكيلو متر لكل ساعة. طيب اقدر احسبها بالمتر لكل سنه؟ اقول لك ده جه عندي تحويله لذيذه اقدر احول منها الكيلومتر لكل ساعه لمتر لكل ثانيه. طب ايه التحويله او ايه الرقم السهل اللي اقدر اضرب فيه عشان اقدر احول من وحده كبيره لوحده صغيره؟ قال لي والله سهله. قال لي عشان احول من الكيلو متر لكل ساعه هيتحول لي المتر لكل ثانية. طيب هتضرب في كام؟ قال لي والله خدي بالك انا هضرب في 5 على 18. طيب بس كده؟ هقول لك يعني هجيب الرقم ده اهو هضربه في 5 على 18 اقدر احوله لمتر لكل ثانية؟ هقول لك هو ده اللي هعمله. بس طب عشان احول دي قال لي خدي بالك اهي انا هضرب 846 في الرقم بتاعي. قال لي خدي بالك هو 5 على 18. طيب لما الرقم ده اضربه في 5 على 18 برضو على الحاسبة عندي هيطلع لي كام؟ 235. طب انت اصلا كنت عايزه تجيبيها بالايه؟ عايزه تجيبها بالمتر لكل ثانيه، يبقى وحده القياس بتاعتي هي عباره عن ايه؟ متر لكل ثانيه. طيب اقدر اكتبها كلمه كامله، يعني كلمه متر لكل ثانيه، متر لكل ثانيه اقدر اكتبها كده كلمه كامله، او اقدر اكتبها بالرموز عندي. طيب بدل ما اكتبها مثلا بالكيلومتر لكل ساعه، انا حابه اختصر وما بحبش اكلمك كتير، هكتبها ازاي؟ قال لي هكتبها كيلومتر اهي لكل ساعه. يبقى انا كده قدرت احسب معاك. ازاي اقدر احسب معاك السرعه؟ ازاي اقدر احسب معاك المسافه من خلال المثلث؟ طب الحاجه اللي عايزاها بخبيها بصباعي. طب انت في المساله دي كنت بتحسبي سرعه فخبيتها فتفضل لي مسافه على الزمن. طب لو عايزه احسب الزمن لا هخبيها بصباعي، هتفضل لي ايه؟ هقسم مسافه على زمن. اخدنا في اولى اعدادي ان فوق اسمه تحت ضرب. طب وانا عايزه الزمن، لا ده الزمن مسافه على سرعه. طب سرعه مسافه على. طيب يبقى كده المساله دي قدرت احل المسائل بتاعتي، سواء بقى ليفل عالي ليفل صغير اقدر احل فيها عادي. وننقل لحاجه جديده مع بعض وهي اسمها السرعه المتوسطه. نخش بقى في نوع جديد من انواع السرعه وهي السرعه المتوسطه. طيب احسبها ازاي دي ولا اعرفها ازاي دي؟ هقول لك ولنفترض ان انا عملت مشوار كامل، ولنفترض ان انا رحت من بيتنا للتحرير، يعني رحت اتفسحت رحت من بيت للتحرير. طب هعمل ايه بعد ما اتفسح؟ اكيد طبعا هرجع لبيتنا، يبقى من التحرير لبيتنا. يبقى انا كده رحت مشوار رايح جاي، رحله ذهاب ورحله عوده. طيب يعني انت معنى كده من كلامك معايا قطعت
مسافة في الرايح وقطعت مسافة في الرجوع، يبقى اسمها عندي مسافة ايه؟ اسمها مسافة كلية. طب وانت ماشي في طريقك من البيت للتحرير يبقى انت كده اخدت زمن معايا. طب في الرجوع من التحرير للبيت يبقى برضو اخدت زمن تاني معين. طيب في الحالة دي هحسبها عندي اسمها السرعة الايه؟ اسمها السرعة المتوسطة. طيب زي ما اتفقنا ان احنا في الفيزياء تعريف قانون وحدة قياس. طيب تيجي نقول التعريف من القانون بتاعنا، يبقى انا كده عندي ايه؟ انا عندي السرعة المتوسطة. طيب يبقى ايه التعريف معايا؟ التعريف معايا هي المسافة الكلية اللي مين قطعها معايا؟ اللي قطعها الجسم، الذي يقطعها الجسم. طيب ايه اللي حصل؟ قال لي انت خدي بالك انت قسمتيها على الزمن الكلي، يبقى مقسومة على الزمن الكلي. طيب هل اقدر احسب ليها مسائل زي ما حسبت للسرعه مسائل وقدرت احل ازاي اجيب السرعه او ازاي اجيب المسافه او ازاي اجيب الازاحه؟ هقول لك سهله جدا معايا. طيب تيجي ناخد مسألة على السرعه المتوسطه، رحله الذهاب رحله العوده رحله الذهاب والعوده. طيب يبقى نروح للوايت بورد كده مع بعض، وعايز اعرف مساله السرعة المتوسطة. وهنا بيقول لي قطع عداء مسافة 100 متر جريا. يبقى أنا مشيت مثلا من البيت مثلا التحرير قطعت 100 متر جريا في زمن قدره 10 ثواني. يبقى الزمن اللي أخدته قد إيه بالظبط؟ قد إيه أخدته؟ 10 ثواني. ثم عاد إلى نقطة البداية سيرا مستغرقا 80 ثانية. طب قبل ما تحل اي مساله يا اما تترجمها في هامش يا اما ترسم معاه. طب تيجي نترجمها كده اهو في رسمه. قال لي والله خدي بالك ده انا رحت مشيت 100 متر جريا، يبقى انا كده قطعت مسافه 100 متر جريا في زمن قدره قد ايه؟ قال لي خدي بالك ده الزمن قدره 10 ثواني. طيب وفي الرجوع قال لي والله ثم عاد الى نقطه البدايه. قال لي والله سيرا مستغرقا قد ايه؟ قال لي خدي بالك ده مستغرقا 80 ثانيه، يعني انا كده مستغرق 80 اهي ثانيه. طيب هي المسافه اللي انا قطعتها في الرجوع يا ترى قد ايه؟ اقول لك والله خد بالك ان المسافه اللي انت مشيتها في الخط ده اهو هي نفس المسافه اللي انت رجعتها. يعني رحت مشوار من بيتنا للتحرير، فانا هرجع في نفس الخط بتاعه وفي نفس الطريق بتاعي من التحرير لبيتنا. يبقى المسافه كده قد ايه معايا؟ هي مسافه معايا 100 متر. طب هنا بيقول لي ايه؟ احسب السرعه المتوسطه مره في رحله الذهاب، مره في رحله العوده، ومره ثالثه في رحله الذهاب والعوده. طيب زي ما اتفقنا قانون تعويضه وحده قياس. طيب ايه القانون بتاعي؟ يبقى القانون بتاعي هي المسافه الكليه على الزمن الكلي. طيب هي المسافة أصلا الكلية في رحلة الذهاب بس بكام؟ أقول لك والله أنا رسمها هنا ب100 متر. طب والزمن معاك 10 ثواني، يعني كده إن 100 متر على 10 هتلاقي الصفر راح مع الصفر معاك يعني هيساوي 10. طب 10 هسيب الرقم أقرأ كده وأقول لك لأ، إحنا هنشوف إحنا بنقيس إيه. إحنا السرعة عندنا تقاس متر كل ثانية أو كيلو متر لكل ساعة. طب في الحالة دي توتي عندي هنا متر وعندي هنا ثانية، يبقى هي متر لكل ثانية. طيب في رحلة العودة برضو هو نفس القانون اللي اشتغل بيه، بس هكتب التعويضة بتاعة العودة. طب يبقى أنا كده هكتب المسافة الكلية على الزمن الكلي. طيب المسافة الكلية معايا قد ايه؟ قال لي خدي بالك دي رحلة العودة بتاعتك برضو مسافة 100 متر، يبقى انا كده 100 متر على ايه؟ على 80 ثانية. يبقى انا كده عندي 100 متر على ال 80 وتكتب الرقم بتاعك على الحاسبة متر لكل ثانية. طب هل اقدر احسب
خلال رحلتي الذهاب والعودة. اقول لك برضو قانونك تعويضتك وحدة قياسك. طب القانون هيقول ايه؟ قال لي خدي بالك هي برضو المسافة الكلية على الزمن الكلي. طيب مسافة كلية ساعتها هعمل ايه؟ ده انت عندك مسافتين. اقول لك ما هي مسافة كلية في رحلة الذهاب ورحلة العودة. طب 100 زائد 100 اهي، دي كده رحلة الذهاب معايا زائد 100 التانية بتاعت رحلة العودة. خلال قد ايه؟ هنا استهلكت في اول مرة في الذهاب 10 ثواني، واستهلكت هنا معايا 80 ثانية، يبقى 10 زائد 80. طب هيطلع لك الرقم بتاع الآلة الحاسبة، وحدة القياس بتاعتك متر لكل ثانية. وبكده نهينا ايه مع بعض؟ نهينا تعريف السرعة المتوسطة، قانون السرعة المتوسطة، وحدة قياس السرعة المتوسطة. أي سرعة هقولها في الدرس ده اهو، أي سرعة هقول لك سرعة نسبية، لا ده أنا هقول لك سرعة متوسطة، لا ده أنا هقول لك سرعة بس، لا ده أنا هقول لك سرعة منتظمة، لا ده أنا هقول لك سرعة غير منتظمة. أي مصطلح سرعة هتاخده معايا في الدرس ده، وحدة قياس السرعة ايه؟ متر لكل ثانية أو كيلو متر لكل ساعة. تعال نشوف مع بعض السرعة جديدة وهي السرعة النسبية. ولنفترض مع بعض ان انا واحدة كل يوم بروح شغلي الساعة 7 الصبحية، بس بقف في الموقف كل يوم الساعة 7 الصبحية. طب الباص بيجي لك الساعة كام يا مس نورهان؟ ده الباص بيجي لي الساعة 7:10، يعني معنى كده انا لازم اكون في الموقف الساعة 7. طيب وانا واقفة انا عمالة اراقب الطريق، اللي رايح واللي جاي، اللي رايح واللي جاي، العربية رايحة عربية جاية. طيب ايه ده انا لمحت وانا واقفه من ضمن الايام اللي كنت بقف عشان استنى الباص بتاعي، لمحت واحده جيب جايه بسرعه الصاروخ، او واحده همر جايه لمحت عينيا بيها. ايه ده؟ بس انا قلت لك لا، ده العربيه دي ماشيه على 120 متر كل ثانيه، كيلو متر كل ساعه، او العربيه دي ماشيه على 80 كيلو متر كل ساعه، او العربيه دي او الميكروباص ده ماشي على سرعه 50. طب هو انا عرفت منين السرعه؟ وانا اسمي ايه ساعتها؟ هو انا مش انا راقبت العربيه صح؟ بس انا اسمي في الفيزياء جسم، بس ساعتها وانا براقب العربيه اللي هي الجسم معاه، العربيه هي الجسم معاه، يبقى انا اسمي ايه؟ انا اسمي مراقب. طيب هل للسرعه اللي انت بتتكلمي عليها دي او اللي انت قدرتيها دي ليها مسمى؟ هقول لك انا قدرت ان المرسيدس اللي ماشي قدامي ماشي على 120، او الهامر ماشي على سرعه جنونيه مثلا ولنفترض 160. يبقى ايه ده؟ يبقى السرعه اللي انت قدرتيها دي اسمها السرعه معاكي ايه؟ اسمها السرعه النسبيه. يبقى نيجي في مصطلح جديد وهو اسمه السرعه ايه؟ اسمه السرعه النسبيه. يبقى انا محتاجه اعرف معاك يعني ايه كلمه السرعه النسبيه. يعني ايه كلمه السرعه النسبيه؟ قال لي والله خدي بالك انت بالنسبه لي اسمك مراقب، بس انت راقبتي بالنسبه لي اما مراقب ده هو ممكن يكون انا راكبه الباص فراقبت عربيه ماشيه جنبي، او عربيه ماشيه عكس اتجاهي، او كنت واقفه مستنيه الباص بتاعي كل يوم فانا اسمي مراقب ساكن. لو واقفه كل يوم يبقى اسمي مراقب ساكن. طب لو انا راكبه عربيه او راكبه الباص بتاعي يبقى اسمي مراقب متحرك. يبقى السرعه النسبيه دي، السرعه النسبيه هي سرعه جسم بالنسبه لمراقب ساكن او مراقب متحرك. تاني عايزه اعرف يعني كلمه السرعه النسبيه، هي سرعه جسم بالنسبه لمراقب ساكن او مراقب متحرك. يبقى سرعه جسم بالنسبه لمراقب ساكن او متحرك. طيب هل السرعة النسبية دي قوانين بمشي عليها؟ هقول لك سهلة. أنا زي ما أخدنا للسرعة قانون وزي ما أخدنا للسرعة المتوسطة قانون، هناخد برضو للسرعة النسبية معايا قوانين، بس أنا عندي 4 حالات في كل حالة منها قانون شكل أقدر أحل عليه المسألة بتاعتي. طب تيجي نشوف بقى القوانين بتاعتي. طيب أول حاجة ان انا عندي اول حاله وهي اسمها المراقب الساكن. قلت لك انا واقفه مستنيه الباص بتاعي يبقى انا كده اسمي مراقب ساكن.
مر عليا واحده جيب، يبقى انا كده عماله اراقب فيها، يبقى انا كده في حاله المراقب الساكن. وقلت لك وهي ماشيه على 120، يعني معنى كده ان السرعه النسبيه او السرعه اللي قدرتها للعربيه اللي مشيت قدامي دي يبقى بالنسبه لي اسمها ايه؟ اسمها السرعه النسبيه. هتساوي ايه؟ هتساوي السرعه الفعليه. يا مراقب ساكن، ايه قانون السرعه النسبيه بتاعتي؟ هتساوي السرعه الفعليه، يعني الرقم اللي قلته هو اللي هتكتبه لي. قلت لي 120 يبقى السرعه الفعليه 120. قلت لي والله السرعه 50 هتكتب لي 50. طب قلت لي ده ماشي على سرعه 70، يعني معنى كده هتكتب لي ان السرعه معاك سرعه 70. طب تاني حاله معايا، قال لي خدي بالك ده انا ممكن اكون مراقب بس المراقب ده متحرك، انا راكبه الباص اهو فمر من جنبيه واحده جيب، او مر عكس اتجاهي واحده جيب، ساعتها هيكون نفس القانون. هقول لك لا هي اسمها سرعه نسبيه بس هغير في القانون. طب ايه التركه اللي اقدر اعرف منها القانون ما اتلخبطش فيه؟ قال لي والله وانا براقب العربيه وهي بس هي في عكس الاتجاه، يبقى سرعه العربيه بالنسبه لي عكس، بس بلاقيها في لمح البصر مش باينه قصادي. طيب ايه اللي حصل كده؟ قال لي والله ايه ده، معنى كده انا في ثانيه ما لمحتهاش قصادي، معنى كده ان انا جمعت سرعه العربيه دي مع سرعه المراقب اللي هو انا كنت راكبه الباص. طب ساعتها هحسب السرعه النسبيه ازاي؟ قال لي خدي بالك لو السرعه النسبيه في عكس الاتجاه، عكس اتجاهي، تبقى السرعه الفعليه زائد سرعه المراقب. طيب لو مراقب بقى في نفس الاتجاه، يعني مثلا انا راكبه باص لمحت ان هو ماشي جنبي على نفس الخط او على نفس الطريق اللي انا ماشيه فيه واحده جيب او واحده مرسيدس، يبقى معنى كده اهو ان السرعه النسبيه هتساوي ايه؟ قال لي خد بالك هتساوي السرعه الفعليه للعربيه اللي انت كنت بتراقبيها ناقص سرعه المراقب. طب ليه عرفتها ناقص؟ قال لي ما هي الفرق ما بين الباص اللي انت راكبه فيه وبين العربيه دي ممكن نقول 20 كيلو 30 كيلو 40 كيلو، يعني حاجه انت لامحها معايا. يبقى السرعة الفعلية سرعة العربية اللي انت بتراقبها معايا ناقص سرعة المراقب. طيب هل في حالة أخيرة أقدر أشتغل عليها؟ أقول لك قال لي والله ساعات كده وأنا قاعدة في الميكروباص رايحة المشوار بتاعي ممكن السواق يقول لي روح فكي 100 جنيه دي لو سمحت. طب هفكها ازاي؟ هو الميكروباص اللي جنبي ده ماشي بسرعة مختلفة، هفكها ازاي؟ مش هعرف. طبعا عشان اقدر اناول السواق التاني ال 100 جنيه عشان افكها منه هعمل ايه؟ لازم السواق الاولاني اللي انا راكبه معاه سرعته تساوي السواق التاني اللي انا هفك منه. طب السواق الاولاني ده كده مراقب، ان انا براقب العربيه اللي جنبي يبقى اسمه مراقب. طب السواق التاني دي هي العربيه بتاعتي يبقى ماشي على 50 هو ماشي على 50. طب انا ماشي على 70 هو ماشي على 70. لازم السرعتين تكون قد بعض، بس انت مراقب وهو العربيه السرعه الفعليه للعربيه بتاعتك. ساعتها تحسبي السرعه النسبيه ازاي؟ 50 ناقص 50 بيساوي 0. يبقى لو في نفس الاتجاه وبنفس السرعه يبقى ساعتها السرعه النسبيه ثابته في اي حاجه واستحاله تيجي في اي مساله عندك، هي هتساوي معايا 0. السرعه النسبيه في حاله نفس الاتجاه وبنفس السرعه هتساوي دايما في الاختيارات هتساوي معايا 0. طب تيجي نشوف مساله نقدر نحل عليها السرعه النسبيه في الاربع حالات بتوعي او الثلاث حالات بتوعي، عشان الاخيره بتيجي على هيئه اختر، وهي بيقول لي احسب السرعه النسبيه لسياره تتحرك بسرعه 50. ايه ده؟ يبقى العربيه اللي انا مراقباها بتتحرك بسرعه 50. بالنسبه انا عندي حالات، يا اما انا عندي مراقب ساكن يا اما انا عندي مراقب متحرك. طب المراقب المتحرك خد بالك ان هو فيه بالنسبه لي حالتين، يا اما انا عكس الاتجاه يا اما انا نفس الاتجاه. طب مساله زي دي تجي لي في الامتحان احلها ازاي؟ قال لي والله طب خلينا في اول حاله اللي هي المراقب الساكن. طب المراقب الساكن في حاله المراقب الساكن ساعتها السرعه النسبيه هتساوي ايه؟ قال لي والله السرعه النسبيه هتساوي السرعه اللي طلعت من بقك وانت بتقولي اللي هي مثلا 120، طيب او 150 او 70 او 50 على حسب ما بيجيب لك في المساله. يبقى السرعه النسبيه هتساوي ايه؟ هتساوي السرعه الفعليه اللي هي تساوي كام من النهايه. اقرا المساله وشوف معايا. بيقول لي سياره تتحرك بسرعه 50، يبقى العربيه اللي براقبها تتحرك بسرعه قد ايه معايا؟ بسرعه 50. هي كده هتساوي 50 كيلو متر لكل ساعه. وخد بالك من الوحدات معايا زي ما هي. قال لك كيلومتر لكل ساعه زي ما هي كيلومتر لكل ساعه. طب قال لك معايا متر لكل ثانيه يبقى هكتبها برضو في المساله متر لكل ثانيه. يبقى انا كده خلصت من اول حاله وهو قال لي ايه؟ المراقب الساكن. طيب مراقب يتحرك قال لي ايه؟ مراقب يتحرك بسرعه
20 إذا كان مرة عكس الاتجاه وإذا كان مرة نفس الاتجاه. تعالى نشوف بقى الحالة التانية مع بعض. يبقى أنا كده عندي المراقب متحرك عكس الاتجاه، ساعتها السرعة النسبية بقى اللي أنا عايزة أحسبها دي هتساوي إيه؟ قال لي خدي بالك ده السرعة النسبية هتساوي السرعة الفعلية، أنا عكس الاتجاه، في الحالة دي أنا عكس الاتجاه، السرعة الفعلية زائد سرعة المراقب. يبقى السرعة الفعلية زائد سرعة المراقب. طيب أنا عندي السرعة الفعلية، هقول لك ده السرعة الفعلية جايبها لك ب50، العربية اللي بتتحرك ب50. طب أنا عندي سرعة المراقب اللي أنا كنت براقب العربية، هقول لك ما هو جايب لك إذا كان مراقب يتحرك بسرعة 20، يبقى سرعة المراقب معايا قد إيه؟ معايا سرعتها 20، يبقى أكتب كده 50 زائد 20 هتساوي 70 كيلومتر لكل ساعة. وبكده أنا قدرت أحسب السرعة النسبية في عكس الاتجاه. طب أقدر أحسبها في نفس الاتجاه؟ هقول لك سهلة. يبقى تالت حالة معايا عايزة أحسب إيه؟ ده مراقب متحرك في نفس الاتجاه، ساعتها السرعة النسبية هتساوي إيه معايا؟ قال لي خدي بالك ده السرعة النسبية هتساوي السرعة الفعلية زائد الفرق بين السرعتين. قلت لك انا شايفه الجيب ماشيه قدامي، يبقى كده هعمل فرق بين السرعتين، يبقى السرعه النسبيه هتساوي السرعه الفعليه ناقص سرعه المراقب. طيب السرعه الفعليه معايا بتساوي كام؟ قال لي خد بالك بسرعه العربيه اللي بتتحرك بيها هي 50، يبقى هكتب هنا 50 ناقص سرعة المراقب كام أنا جايبها لك هنا في المسألة ب20، يبقى 50 ناقص 20 هيساوي 30. طب 30 هسيبها بس؟ هقول لك لأ، تنقص معايا درجة، وحدة القياس معايا عليها درجة، يبقى هي كيلومتر لكل ساعة. وبكده نكون نهينا مع بعض آخر نوع من أنواع السرعة اللي أخدناها مع بعض. طب وأخدنا إيه سريعا كده أهو؟ أخدنا يعني إيه كلمة السرعة، يعني ايه مفهوم السرعة، وايه انواع السرعة معايا سواء سرعة منتظمة او سرعة غير منتظمة، واخدنا ازاي احسب السرعة المتوسطة معايا وهي مسافة كلية على زمن كلي، او ازاي اقدر احسب السرعة النسبية وهي بالنسبة لي عبارة عن 3 حالات، يا مراقب ساكن يبقى ساعتها بتساوي السرعة الفعلية بتقول الرقم اللي جايبه لك في المسألة، او مراقب متحرك يا اما عكس الاتجاه يا اما نفس الاتجاه. طب لو عكس الاتجاه هيبقى السرعة النسبية بتساوي السرعة الفعلية زائد سرعة المراقب، يا اما دي ناقص سرعة المراقب. لو في نفس الاتجاه هتبقى السرعة الفعلية ناقص سرعة المراقب. او الحالة الرابعة والاخيرة ودايما تيجي اختر معايا هي السرعة النسبية في حالة المراقب متحرك في نفس الاتجاه وبنفس السرعة، ساعتها هتساوي ايه؟ في اي اختر او في اي اكمل معايا او اي صح وغلط معايا هي هتساوي معايا 0. طيب اشوفكم في الدرس الجديد ودرس جديد من دروس الفيزياء واللي هي بالنسبة لي اسهل وحدة من وحدة تالتة اعدادي او منهج تالتة اعدادي معايا. نشوفكم في الدرس الجديد ان شاء الله. 21 حلو.